ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى مكملين برضه في سلسله الترندات، والنهارده هنعمل ديكور حلو جدا هنستخدم فيه قطعه الخشب دي والثلاث اغطيه دول 3 اغطيه بتوع اسبيهات. طبعا انتوا ممكن تستخدموا اي حاجه، على بلاستيك، اي حاجه يعني عندكم. وهنستخدم كمان خيط خيش، وزي ما انتوا شايفين قطعه الخشب مش جديده، فمش لازم تكون قطعه خشب جديده عندكم. احنا هنداري كل الدفوات اللي فيها. في البداية احنا هنسيب دلوقتي قطعة الخشب، وهنبدأ نشتغل في الأول على ال3 علب أو 3 أغطية اللي معايا. اه أنا عايزة أغلفهم بخيط الخيش اللي عندي، فببدأ من القاعدة بتاعتها علشان الشكل يطلع معايا مظبوط. ولازم تبدأوا من النص، انتوا هتلاقوا الأغطية دي من فوق فيها كده نقطة في النص كده، ابدأوا عندها وبس. بتضيفوا كده الشمع وبتبدأوا تمشوا عليها، سهلة جدا. وطبعا ما تسيبوش فراغات. اهو عملت 2 وبعمل في تالت واحدة زي ما انتم شايفين، ابيض واسود مش هتفرق معانا خالص اللون. العلبة اللي انتوا بتستخدموها مش مشكلة خالص، لان كل ده هيتدارى ومش هيبان معانا في الشغل. هبدأ كده اعمل اخر جزء في تالت واحدة معايا. وطبعا لو ما عندكوش خيط خيش تقدروا تستخدموا خيط المكرمية او اي حاجة متاحة عندكم وتليق على الديكورات اللي انتوا الديكورات اللي في بيتكم يعني. من الأجزاء المهمة جدا الجزء اللي هو في النهاية ده، علشان لازم تداروا الطرف بتاعها جواها كده علشان ما يبانش معايا والشغل بتاعكم يطلع شكله حلو. كده خلصت ال3. آه مش هحتاج خلاص خيط الخيش. هاجي بقى عند قطعة الخشب اللي معايا وهجيب صنفرة ناعمة وهبدأ أصنفرها، لأن كان فيها أجزاء بتطلع خشب صغنن كده، ولما نصنفرها يدينا مظهر ليها أحسن، لأن انتوا شايفين إنها مش خشبة جديدة أصلا عندي. فهبدأ أصنفرها كويس جدا من كل الاتجاهات بتاعتها. وهنا مكان القطع بيبقى خشن شوية. هنا خلصت، وطبعا نفضتها كويس جدا من التراب اللي بيكون مكان الصنفرة. بقت عندي بالشكل ده، والأماكن اللي كان فيها المسامير دي كل ده هيتدارى معايا ومش هتلاقوا أي حاجة من دي في النهاية. عندي أنا قطعة الجلد دي، تقدروا انتوا تستخدموا أي قطعة جلد موجودة، شنطة قديمة أو أي قطعة جلد موجودة عندكم، يعني حزام، أي حاجة يعني. زي ما انتوا شايفين انا قصيت منها 3 قطع كده، هو كان شريط وانا قصيته على 3، وهقص دلوقتي شريطين وهنشوف مع بعض انا هعمل بيهم ايه. لو انتوا لاحظتوا هتلاقوني معلمة الشريطين اللي انا عايزاهم المقاسات بتاعتهم. هنا خلاص انا قصيتهم بقى عندي بالشكل ده، وعندي انا الخرز النص الولاية الاسود ده برضو هستخدمه. دلوقتي انا هجيب بقى البازة خلاص بتاعتي، وهضيف جواها من الفلين. مش مشكلة الجزء اللي تحت يكون قطع كده، اهم حاجة اللي فوق خالص تبقى قطعة سليمة زي ما انتوا شايفين كده. قبل ما الزقها هقص الاول الورقة دي على نفس الدايرة، وهبدأ اقصها. ورقة ممكن تستخدموا قطعة خيش اي حاجة، بس انا لقيت الورقة دي نفس لون الخيش فمش لازم استخدم خيش، استخدموا يا جماعة المتاح. لقيت كده كبيرة شوية، فهبدأ اثبتها، يعني اقص الزيادة وبعد كده هثبتها هي والفلين. اتمنى اللي وصل معايا للجزء ده يضغط لايك، ولأول مرة يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك ويفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل عشان يوصله كل جديد بقدمه وكل الترندات الحلوة اللي بنقدمها في القناة. هنا خلاص عملت ال3 بنفس الشكل. هبدأ بالمقص كده افتح جزء من النص، وهجيب الزرع الاخضر ده وهدخله برضو لجوه جدا بالمقص اهو زي ما انتوا شايفين. انا عايزاه يبقى في النص كده بس. وطبعا هعمل ده برضو في الاتنين التانيين. هنا برضو بثبته بشمع صغير كده. عندي انا بقى الاحجار دي، ده اسمه حجر السن، ده بيستخدموه في المباني وكده، فبيكون موجود في كل مكان او كل محلات اللي بتبيع ادوات المباني، ومبيكونش غالي يعني، بس طالع ترندي جدا جدا في حاجات كتير، وهنشتغل بيه كتير الفترة الجاية. وكنا عملنا مع بعض بيه قبل كده مراية، بس كنا لوناها باللون الفضي، فهنعمل منه ان شاء الله الايام الجاية ديكورات كتير. هنا بضيف شمع وبعد كده بضيف على طول عليه السن ده.
اسهل حاجه ان انتوا تستخدموا الشمع، لان انتوا لو استخدمتوا الغيره هيقعد وقت طويل قوي ينشف، فمجهود كتير مش محتاجينه يعني. زي ما انتوا شايفين عملت الخطوه دي في الثلاثه وبقت عندي بالشكل ده. طبعا انتوا تقدروا تكتفوا ان بيها كده وتقدروا تكملوا معايا، يعني انتوا لو عايزينها بفازة صغننه بس تقدروا تعملوا الشكل ده. هنا لزقت قطعة انا كنت قاصه معاكم زي لو تفتكروا 3 قطع من الجلد هلزقهم هنا. طبعا اكيد انتوا شفتوا الديكورات دي اللي بيدخل الانستجرام وعلى الفيسبوك وفي كل حاجة، واسعارهم عالية جدا مجرد ان داخل معاهم الجلد، واللون ده كمان حلو قوي. اهو عملت ده في التلاتة، وهركب دي زي حالية او ايد ليها، بس المفروض انها حالية بس طبعا مش هتتمسك منها. هبدأ كده اضيفها على الطرف كده، وبرضو هضيف لها خرزة من الاسود ده، وهعمل طبعا ده برضو في الجنبين بتوع قطعة الخشب اللي عندي. اهو عملتها في القطعتين، شايفين بقت عندي بالشكل ده. الخطوة اللي جاية دي اللي هتغير شكل الديكور معانا خالص. هبدأ اثبت ال3 فازات دول عليها على قطعة الخشب، فبضيف عليها كده من القاعدة بتاعتها من الشمع، وببدأ اثبتها على قطعة الخشب. وطبعا القطعة اللي هي عليها الجلد بتبقى قدام. بس هثبت التلاتة وهتشوفوا قد ايه هيبقى الديكور حلو قوي وشيك، وفعلا بيتباع غالي قوي. انتوا تقدروا تعملوه في بيتكم باقل التكاليف، وتقدروا تعملوا منه فازات صغيره، مش لازم التلاتة مع بعض كده. اتمنى الفكره بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله الايام اللي جايه هتلاقوا افكار كتير حلوه جدا هتعجبكم. اللي عنده اي فكره يحب ان احنا ننفذها، او عنده اي خامات عايزنا نشتغل عليها، قولوا لي في الكومنتات. ما تنسونيش في كومنت حلو منكم ولايك جميل تقديرا منكم للمجهود اللي انا بقدمه لكم والافكار اللي انا بقدمها لكم. هتوحشوني قوي للفيديو الجاي. باي باي.